الإنسان في منهم طوارئ ومنهم مش عارف ايه، يعني لهم اسماء. بصوا البدلات اللي كانوا يلبسوها عند العرب ودول عند المغول والرومان والحاجات اللي يصير حاولين نروح بالصيف بحاجه موجوده. كنا اخذنا برضه حاجه خاصه بنا انها قريبه، احنا عاوزين ناخد شيء دراسنا شوي في تصميم نوعا ما بس انما يتوافق مع حديثنا. عملنا بدله قريبه الى ان شاء الله بكره بتشوفوها خاصه بقوه الرمي. عملنا لها اعتمدنا نحن اللون الازرق بس له تضريب كده بالعرض الوان، اعتمدنا اللون الاسود على اساس بيحمل يمكن بالتدريج اكثر من الابيض وبيحمل هنا مش باين كثير ما تجرون اللي هو شيء فكره ممكن ان شاء الله يعني تقريبا طلع في الصوره تسجيلي هون. هي دي البدله حطينا لها احنا خط احمر من هون وخط على البنطلون بس نضرب بهالشكل هذا، يعني ماخوذه من هذه البدله اللي انتم شايفينها عند العرب، يعني التضريبات المربعه اللي انتم شايفينها دي عملنا التصميم هذا. والبدله هي بتكون بسهوله لكل لاعبين في الكوتسي. احنا عملناها مثلا عم بلبس بدله كره رمي وبيلعبوا فيها اللاعبين مباريات الكوتسي. البنطلون بتاعها بتكون كوتك مش تحت شيء، انت بيلعب عادي كل كوتك بيلعب بالبنطلون، البنطلون اسود دوميك ولون احمر عادي، واذا لعب على السيمي كونتاكت او لايف كونتاكت بيقدر يلبسها ويلعب فيها عادي. يعني لقينا عملنا شيء شويه شيء من تراثنا القديم وعملناه يكون قريب للبدلات اللي هي عم يلبسوها بالمباريات بتوع الكيك بوكسينج والبايرن. يعني لقيناها منطقيه فعملنا البدله اللي انتم شايفينها. ومن وين اخذناها؟ عشان هيك انا صورتها طبعا في صوره في الوضع. هي مثلا هيك بشكل كيف هذا اللي على ظهره وهذا الدرس كانوا يحملوا الدرس، شايف؟ هذا اللي على ظهره والبدله بصوا المربعات شايفين باين عليكم المربعات؟ باين عليكم المربعات؟ هي نفس المربعات عملناها بس احنا اخترنا اللون الاسود ودخلناه ونحن خط عملنا له ديزاين جديد شوي كده. هي دي البدله المعتمده اللي اعتمدناها باسلوب قوه الرمي. معقول يعني ما عملنا شيء في شروال ما مش بنصوره، يعني ما عملنا حاجه شويه غريبه انه عملنا شيء منطقي ومعقول يكون بدل لها، يعني معقول لها خصوصيه. وبرضه حاولنا نبعد يعني حتى يوم ما عملوا لنا دي ماخذ هذه البدله نفس بدله المنفصلين، يعني بتاع المنفصلين هي بدله اللباس الشعبي اللي عملناه مضبوط. نحن لا عملنا شيء خاص بنا، يعني كل شيء عندنا شيء خاص مش عمل قلبي. هذا هو اللي نحن